في لحظة ضعف لما الدنيا ضاقت عليها حصلت معجزة ما تتصدقش، بس شوفوا لما قالت يا رب من قلبها ربنا عمل معاها ايه. كانت هناك أم طيبة عندها 4 أولاد يعيشون في بيت بسيط بعد أن تركهم الأب ورحل بلا عودة. رغم تعبها لم تفقد الأمل في يوم من الأيام، بالعكس كانت بتقرب من أولادها دايما وتحب تضحك وتهزر معهم وعمرها ما حسستهم بحاجة. وفي ليلة مظلمة استيقظت الأم على صوت ابنها الصغير يصرخ من شدة الألم، ولم يكن عندها أي مال أو دواء، ولكنها رفعت يديها إلى الله بكل ثقة. قالت يا رب أنت الشافي والمعين. في الصباح الباكر خرجت الأم كالعادة وهي تحمل سلة الخضار البسيطة لتبيعها في السوق. كانت الشمس محرقة ولكنها قالت الأرزاق بيد الله. وأثناء جلوسها في السوق نظرت بجوارها، لقت قطة بيضاء ضعيفة ومريضة جلست بجوارها، ونظرت الأم إليها بحنان وسقتها الماء وأطعمتها وربطت جرحها. وفي يوم الغريب ده باعت الأم كل الخضار وعادت إلى بيتها بفرحة لم تعرفها من قبل. اشترت الدواء والطعام وسجدت شكرا لله. وفي هذه الليلة وهي نائمة حلمت أن مجموعة من القطط جاءت إليها لتعطيها هدية، والقط الكبير قال لها خذ هدية، نحن أهل القطة التي أكرمتها جئنا لنرد إليك الجميل. من يومها كل صباح كانت تضع يديها تحت الوسادة تجد رزق جديد وأموال كتير، حتى كبرت تجارتها واشترت بيت جديد وجميل، وكانت تسجد سجدة شكر لله. وانتم كمان اسجدوا لله والحمد لله في السراء والضراء، دي نعمة، وهكذا من أحسن إلى الله أحسن الله إليه. أرجو الاشتراك لمتابعة كل جديد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعلا ما نقص مال من صدقة، بالعكس الصدقة بترتب حياتنا للأجمل والأحسن. ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة ليصلكم كل جديد.